قطر مية مية يعني. مية مية مية. مية. مية مية. تحيا قطر وتحيا مصر. تحية قطر تحية مصر. ماشي يا سيدي. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده ليلة كأس العالم ودي ليلة حلوة قوي على الرجالة. فهوريكم النهارده روتين مسائي كده لكأس العالم وبتاع. عايزة اقول لكم الروتين هيبتدي بالشاي التركي اللي هناك ده. ونشوف هيخلص على ايه الروتين. وعايزه اقول لكم كمان ان شاء الله ان شاء الله عايزاكم تشاركوني ان انا عايزه اجدد المطبخ هنا. عايزه اجيب ورق للمطبخ هنا، بس حسين مش موافق حتى الان عشان خايف لما يتشال يبطع هنا. وان شاء الله وان شاء الله عايزه اجيب بقى حاجات تتحط على الحيطان، وعايزه حاجات تتحط على على السيراميك الابيض ده، عشان ان شاء الله رمضان بقى لما يخش علينا تلاقوا الديكور مختلف في المطبخ. وعايزاكم تشاركوني قولوا لي مثلا ممكن احط ايه هنا، ممكن احط ايه هنا عشان اجدد المكان وكده. بس قبل كل ده يلا نبتدي الروتين بتاعنا. اول حاجه نبتديها الشاي التركي ويلا بينا. عايزه اقول لكم لسه ببتدي احط التليفون هنا عشان اصور. بصوا لقيت دي اصلا ال اسمه ايه ده، الحاجات اللي جواها بتبقى اسمها ايه دي، اللي بتعمل عامله زي يويو دي. للاسف نطرت كده وحاولت اعمله بالبتاع ده ما ينفعش. فللاسف هحاول بقى امسكه لو الفيديو نفع، يعني بعد ما صورته لقيته نفع. اول حاجه بس والله اتوترت جدا. اول حاجه هنحط الميه هنا للشاي. استنوا عشان نغليها وكده. عايزه اقول لكم اتضايقت جدا اصلا مع كل الاسف يعني. بعد كده بعد ما تغلي هنحطها في البراد ده. تمام. بعد كده نشوف هنعمل ايه في الشاي التركي بعد كده. بس انا زعلانه جدا ومش عارفه هعمله ازاي للاسف. كان المفروض قلت لحد ما الميه تغلي دردش معاكم. كان المفروض طبعا اصور لكم نفسي بده، بس للاسف ماليش نصيب. عايزه اقول لكم بليز 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 تعلوا مشاهدات القناه من جديد، لان المشاهدات واقعه جدا 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 بسبب فتره الغياب اللي كنت غايباها بسبب وفاه بابا. فعلوا المشاهدات ارجوكم. انا حاسه اللي هقوم في يوم من الايام اليوتيوب هيقول لي اطلعي بره خلاص وقتك خلص معانا. بليز اعملوا لايك وسبسكرايب واعملوا شير للفيديوهات كتير. بس كده انا سامعه الميه خلاص اهي قربت تغلي، ويلا نكمل الروتين بتاعنا. وخلاص مفروض ان الميه غليت. هناخدها هنحطها في البراد الصغير الاول ده. استنوا كده. خلاص. وهنروح ناخد معلقتين من الشاي ده. الشاي ده جاي من مزارع مامة حسين. يعني ما عندهمش مزرعة كبيرة، يعني هو الارض اللي بيزرعوها قدام البيت وكده. استنوا كده. بسبب عدم وجود اسمه ايه ده الستاند، فحاسه ان انا مش عارفه اعمل حاجه. هنحط معلقه، هنحط 2. الشاي ده اصلا طبيعي يا جماعه ما فيهوش اي اضافات. هنحط 3. يا لهوي على اللي بيقع. بعد كده هنحط ميه سخنه هنا تاني ونحطهم الاتنين يغلوا مع بعض. تمام. فهسخن ميه تاني واحطها هنا ونكمل ايه الشاي التركي مع بعض. مستنيين الماتش يبدا الحاجات دي. فقلت اروح اسال لكم حسين بقى ايه رايك في تحضيرات قطر. هيتم. نعم. You know what I will ask. انت عارف انا هقول ايه. أنا عارف. تمام. أنا What's عارف. your opinion about opening in Qatar? Opening in Qatar, it was amazing. The stadium was full. Morgan Freeman's speech was good, and the fireworks after the Emir's speech, it was so good. You like it يعني. Yes, I like it. قطر مية مية يعني. مية مية. مية مية. مية مية. تحيا قطر وتحيا مصر. تحية قطر تحية مصر. ماشي يا سيدي. وليلى بقى بتلعب هنا. هنروح نشوف نكمل الروتين بتاعنا لحد ما تيجي الماتش. عايزه اقول لكم بصوا ليلى عملت ايه. شايفين الدولاب ده المفروض يبقى في واحده هنا وفي واحده هنا. ليلى كسرت ده وكسرت ده، وان شاء الله يعني مكملين فاهمين. مكملين ان احنا ده يتكسر وده يتكسر، والحمد لله. عندنا هنا طفله مش بنت، عندنا طفله على هيئه ولد بالظبط كده. اهي ظهرت اهي. يلا بينا. وخلاص المية غليت بعد ما قطر مية مية. المية غليت التانية. فخلاص المفروض بقى هنضيفها هنا. تمام كده.
دي اسمها تخمير الشاي. حلو كده. استني اوعي يا ليلى عشان بتاع سخنه. ماشي هاتي يا ليلى. خلاص سيبي عشان سخنه. جيس. بس هنحط بقى ده كده. ده اللي وقع مننا بعد ما غلينا، ما حطينا البتاع الاول، عشان قلت لكم الستاند مش معايا، بس هنضفه. بس هنولع النار عليهم، نار هاديه كده. ماشي يا ليلى. يلا يلا يا ليلى عشان ما تتحرقيش. ولع النار هاديه عليهم كده بس، ونسيبهم يخمروا مع بعض، ونشوف بقى هناكل ايه النهارده. المفروض النهارده هنطلب فراخ وكده من امشي بقى انت عشان بتفكرني بمأساتي. هنطلب فراخ من بره وكده. امبارح طبخنا اكله تركيه حلوه قوي، ان شاء الله هنزلها لكم قريب. فهنطلب فراخ من بره ولما تيجي بقى هوريكم الفراخ بتبقى عامله ازاي. هنا بتيجي بالقطع وبالعدد كده، مش زينا في مصر اطلب كيلو. لا هنا اطلب حاجه اسمها بورسيون. بورسيون اللي هي بالتركي معناها وجبه للفرد الواحد. ماشي. هخلص وارجع لكم تاني. بما اننا مستنيين الاكل لسه يجي، فالماتش هو ابتدى. You think who will win today? I think today Qatar will win. Qatar. Not what is another one? Ecuador. Ecuador. I think Ecuador. Ecuador is good team too. In Valencia from Fenerbahce, he plays دي there. I feel like it's Ecuador. Qatar. will win. طيب هو حاسس قطر وانا بقول الاكوادور. لما نشوف بقى مين هيكسب النهارده ومستنيين بقى الاكل لما يجي، ومستنيين بقى في الاخر هنحط النقنقات جنب الاكل، لان النهارده زي ما قلت لكم يوم مش عادي على حسين. يعني فرحه الدنيا ان الكاس العالم ابتدى. هنقعد شهر بقى في الموال ده. يلا بينا نشوف هنعمل ايه بعد كده. عايزاكم تقولوا لي بما ان لسه الحاجات ما جاتش يعني، فنقعد كده نتكلم مع بعض. عايزاكم تقولوا لي بتحبوا انواع الفيديوهات الروتينيه دي ولا بتحبوا الخروجات اكتر والفسح وكده. فقولوا لي الحاجات اللي بتحبوها قوي قوي. بس يا ليلى بقى ماما بتصور يا حبيبتي. فقولوا لي الحاجات اللي بتحبوها قوي قوي وحاسين ان انتوا عايزين تشوفوها، وانا هعملها لكم ان شاء الله. بصراحه انا ما كنتش عايزه اصور الفيديو بتاع كاس العالم وبتاع ده، بس قلت وليه لا، يعني نعمل فيديو روتيني كده ما دام عندنا وقت نعمله. ليلى النهارده ربنا يهديها عشان شويه عايزه تنام، فقلنا وليه لا ما نعمل الفيديو ده. فقولوا لي يعجبكم الحاجات دي ولا لا. هستنى ردودكم تحت الفيديو ده ان شاء الله. فهو تقريبا حسين ورايا معرفش شايفينه ولا لا، بس هو ورايا مركز قوي في الماتش وكده. وبجد انا مبسوطه يعني ان دولة عربية عاملاه وكده، وقطر اللي عاملاه اللي هو الأدعية والحاجات دي. فمشرفينا يعني العرب هيشرفونا قدام العالم كله ان شاء الله. طبعا اعتقد كل الناس في بيتها بتتفرج على كاس العالم هنا، بيحبوا الحاجات دي قوي. فالشارع هص خالص، مفيش زي بيقولوا كده صريخ ابن يومين. فاحنا مستنيين الدليفري يجي وكده. النهارده نزلنا عملنا حاجات كتير بعد الفطار، فطرنا وكده وعملنا حاجات كتير. فقلنا نرتاح شويه ونطلب زي ما قلت لكم الفراخ دي. بس كده. فمستنيين الدليفري، هو مستنيين من البلكونه. بس بجد الشارع جميل قوي وهو هادي كده. انا عايزه اقول لكم احنا جنبنا مول، فعلى طول الشارع ده على طول فيه عربيات، بس هو هادي كده لطيف جدا. اوبا الدليفري جه. وانا بكلمكم الدليفري جه بس راح غلط. تعالى هنا ارجع هنا، هو ده الدليفري يا اختي. مفروض يرجع للاسف. هنروح بقى نفتح له كده ونشوف الاكل عشان جعانه جدا جدا. واخيرا خلاص جه الاكل اهو. واخيرا الاكل جه اهو. اخيرا الاكل جه. بس يا زنانه حاطين لنا السلطات والحاجات. عايزه اقول لكم بقالنا فتره ما طلبناش اكل من بره، كوفي جلاس عشان الدايت وكده، فما طلبناش اكل من بره. بس حلو اهو. قلنا لهم عايزين 2 وجبه، فهم حطوا لنا في بتاع واحده وحاطين لنا الكوبايات. هي ليلى طيب يا ليلى حاطين لنا الكوبايات بتاعت القهوه دي للايران ده. بس هنظبط سفرتنا والحاجات. وبيحطوا تحت الفراخ برغل، هي مش باينه بس بيحطوا تحتيها برغل، وبيحطوا فوقيها العيش ده. بس هنظبط الدنيا بعد كده بقى عشان نحط الشاي وتحابيش المكسرات دي عشان نكمل فرجة على الماتش اللي شغال ده. بس كده يلا. وبعد ما خلصنا الاكل مفروض بقى خلاص الشاي كده هو سخن تمام.
هنغرف بقى تحابيش القعده. ده المفروض لب سوري بس هما بيسموه لب تركي. هما مسمينه كده خلاص، هو تركي مش سوري، واحنا معرفش في مصر بنسميه ايه، بس هو تقريبا لب ملهوش مله. ملهوش اهل. بس كده والله الستاند ده كان بيريحني، بدل ما انا ماسكه بايد وبعمل بايد كده. تعالى هنا. عايزه اقول لكم ان الاتراك عاشقين للمكسرات، عاشقين. قلت لحسين تعالى ساعدني، قال لي لا الماتش شغال. طيب يا حسين، هنحط كده ميكس مكسرات مع بعضيها. خش كده. انا بقى بحب الميكس اللي جاي ده. ايوه هو ده. بصوا بيبقى زبيب وبتاع اسمه لبلبي، بيبقى حلو قوي. تمام. احط ده كده. بصوا هجيب بتاعه تانية احط فيها الفستق ده. الفستق ايه هو هنا اسمه فستق، بس هو سوداني عندنا. هحطه في البتاع دي. بس هنحط السوداني هنا. بس نحط ده كده. عايزه اجيب حاجات جديده للبيت. عايزه اقول لكم بقالي فتره ما جبتش حاجات جديده قوي للبيت يعني، بس خلاص ما تتعادلي بقى، ما تتعادلي. شكلي وحش قدام الناس وانتي عماله تقعي كده، بس للاسف مش عارفه اصور بايد وامسك بايد. بس هحط بقى الشاي وكده، وهحطه في البتاع دي. بس احطه الاول بقى يا رب بس ما تلسوع. اول حاجه بتمسكوا الشاي كده، بتحطوا شويه منه صغيرين تحت. تمام. بس حطوا شويه هنا كمان. بس كده. وتجيبوا بقى بتحطوا بصوا الكوبايه حد كده مثلا شاي اللي هو اللي فوق ده اللي هو اتخمر. بعد كده البتاع اللي فيها شاي اللي فيها ميه دي بتكملوا الباقي. بس كده الحمد لله ما تلسوعنيش. بس كده نحط هنا بقى. ناخد التانية. بس كده نلم مكسراتنا بقى دي. عايزه بقى اقول لكم حاجه قبل ما اخد البتاع دي جوه. عايزه اقول لكم ان شاء الله زي ما قلت لكم في الفيديو الاول، عايزه اجيب كفر هنا، بس يا رب حسين يوافق بدل الرخامه دي. يعني الرخامه دي مش عاجباني. ليه بقى؟ الميه لما بتطلع من هنا خلاص بتعمل الحتت دي حاجات كده. هنا في سيليكون يا جماعه، سيليكون. خلاص السيليكون ده بيسود كده، فبفضل كل يوم ادعكه وكل يوم بيسود، كل يوم بيفضل مسود كده. فده مش عاجبني خالص يعني ما اعرفش كده. بصوا منظر من بعيد مش لطيف خالص. فعايزه اجيب بتاع تغطي هنا كده، واجيب مش بجيبش سيليكون بقى، اجيب حاجه كده بتتحط زي تيب كده ما بيغيرش لون. تمام. ده اول حاجه عايزه اعملها. تاني حاجة عايزة في الفراغ ده اجيب بالتركي مكتوب مطبخ رنا واحطها هنا. خلاص. وعايزة اجيب هنا بتاعة كده ليها علاقة بمطبخ، يعني رسمة مطبخ، رسمة قهوة، رسمة حاجة. خلاص اللي هي فوق بصوا اصلا دي متكركبه كده عشان كده مش عايزه اوريها لكم. يعني دي لما فيها كل حاجه غدا بقى على فطار على بتاع لحد ما اخلص. وعايزه اجيب بقى زي ما قلت لكم اللي عليه كده الحاجات دي. واجيب بقى من تحت هنا حاجات نور عشان لما اطفي النور اللي هنا دول ينوروا. خلاص دي الديكورات اللي عايزاها ان شاء الله. وعايزه كمان اجيب حاجات من الخوص دي اللي بيتحط عليها التقديمات عشان رمضان. يعني في رمضان هظبط الدنيا دي كلها. تمام. من ساعه تقريبا انا ما خلفت ليلى ما غيرتش ديكورات في اي مكان في البيت او كده. بس كده خلاص الفيديو بتاعنا خلص. وهودي دي للسفرة واجيلكوا على طول. مش عارفة طبعا امسكها بايد وايد، فندهت لحسين يساعدني. can you help me? you can take these in سفرة. yes انا هاخد دي وهو ياخد دي. you can put it in سفرة عشان يتفرج ويستمتع بالماتش. الشوط التاني هيبدأ اهو. ليلى فرحانة. بس كده خلاص
وكده الفيديو بتاعنا خلص، صورته لكم بسرعه على اول يوم كاس العالم. وليلى فرحانه بالحاجات دي عشان بتقعد تحط ايديها في الشاي. بس كده والفيديو بتاعنا خلص، ويا رب يكون الفيديو عجبكم، نشوفوا فيديو جديد. يلا باي باي. سي باي باي. باي باي. باي باي.